هو التايبوجرافي مهم. عشان نجاوب على السؤال ده عايزك تلاحظ معايا الصورتين الجايين دول. الصورة دي شكلها كويس وكل حاجة، بس تحس برضو ان في حاجة ناقصة على عكس الصورة دي مثلا، والفرق الوحيد هنا هو ان الصورة دي فيها تكست. وخلينا اقولك كمان ان ده مش فونت جاهز، ده معمول على إليستريتور ومن غير جرافيك تابلت. فلو عايز تعرف التايب والديزاين كمان اتعملوا ازاي، اتفرج للآخر. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وانزل بالانترو. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. طب يا جماعة دلوقتي هنبدأ ان احنا نعمل التايبوجرافي. اول حاجة هنبدأ نعملها هنعمل شكل الفرشة، مش هنختار فرشة جاهزة، ودي هنعملها عن طريق ان احنا هنجيب اداة المستطيل ونرسم مستطيل بالشكل ده. بعد كده هنخلي الفيل بتاعه باللون الاسود ونخلي الستروك مفيش بالمنظر ده كده. بعد كده هنروح على الاداة دي كده ونحددها بتاعة الفري ترانسفورم، وهنبدأ ان احنا نعمل المنظر ده كده بالشكل ده. بعد كده هنروح على أداة ال Direct Selection Tool، هنبدأ إن احنا ناخد الاتنين دول كده ونعمل لهم كيرف، والاتنين اللي قدام هنعمل لهم كيرف بس كيرف بسيط مش للآخر، وهيبقى معانا بالشكل ده كده. طيب احنا عايزين نستخدم دي كفرشة، هنستعمل كده ازاي؟ هنروح على أداة البرش الاختصار بتاعها حرف ال B، ومن البيزك هندوس على علامة الزائد دي. بعد كده نختار ارت برش وندوس اوكي. هنخلي الدايركشن بتاعها في الاتجاه ده، والميثود هنخليها تنس، وبعد كده ندوس اوكي. بس كده احنا معانا الفرشة جاهزة. هنبدأ ان احنا نمسح الشكل ده كده، ونبدأ ان احنا نكتب الجملة بتاعتنا. طبعا هنجيب أداة البرش. الجملة اللي احنا هنكتبها هنكتب زيت طبيعي، تمام. فهنكتب اول حاجة اللي هو حرف الزين، هنكتبه بالشكل ده كده، وبعد كده هنكتب حرف الياء بالشكل ده كده برضو. ممكن لو حاجة معجبتناش ان احنا نعيدها. تمام، انا شايف ان الشكل ده كده مناسب جدا. هنبدأ ان احنا نحطها، ممكن نحاول ان احنا نصغرها شوية بالمنظر ده كده بحيث تبقى مناسبة، ونقربها شوية برضو. دلوقتي هنعمل حرف الت، هيبقى بالمنظر ده كده. ونبدأ دلوقتي ان احنا نعمل النقط عن طريق ان احنا نروح على أداة الدايرة ونعمل النقطتين بتوع الياء بالمنظر ده كده. هنخلي طبعا الفيل مكان الستروك، ممكن تبقى نقطة كبيرة وناخد كوبي منها ونصغرها شوية، هتدينا شكل حلو. خليهم هما الاتنين في جروب من كنترول جي، وناخدها نخليها هنا كده بالمنظر ده. هناخد منها كوبي بالشكل ده ونخليها هنا. ممكن ان احنا برضو نعمل لها ترانسفورم ريفلكت وندوس اوكي عشان تتعكس بالشكل ده كده. كده احنا خلصنا كلمة زيت، فاضل بس ان احنا ناخد كوبي من اي نقطة منهم ونعمل النقطة هنا بالمنظر ده كده. دلوقتي هنبدأ ان احنا نعمل كلمة طبيعي. اول حاجة هنعملها هي حرف الطاء، نعمله بالشكل ده كده. طبعا انت بتقعد، الاساس في ده ان انت بتقعد تجرب كذا حاجة لحد ما حاجة تظبط. تمام، انا شايف ان دي كويسة. ممكن بقى نعمل لها العصاية اللي بتبقى من فوق كده بالشكل ده، انا شايفها مناسبة جدا. وممكن ان احنا ناخد كوبي من Alt وسلكت عشان نعمل حرف ال ب، وناخد كوبي كمان نعمل حرف ال ي بالشكل ده كده. ممكن ان احنا نطول السنة بتاعة الطه من اداة ال Direct Selection، هنتك كليك كده ونبدأ ان احنا نشد، فهتظبط معانا بالشكل ده كده. دلوقتي هنعمل حرف العين. هنجيب البروش تاني وهنعمل حرف العين مع الياء. بعد ما خلصنا الكلمة بالشكل ده هنبدأ ان احنا ناخد النقط من كلمة زيت. يعني مثلا هنا احنا عايزين النقطة بتاعت ال ب
وهناخد النقطتين بتوع الياه من هنا برضو، بنعمل كوبي من Alt و Select، وبس كده معانا الكلمة بالشكل ده. ممكن ان احنا نخلي كل كلمة منهم في جروب من كنترول جي بالمنظر ده كده. بس وفي النهاية هيكون معانا بالشكل ده. دلوقتي جه الدور على الفوتوشوب عشان نعمل التصميم. هنعمل ديزاين 1080 في 1080 بكسل، والريزولوشن هيبقى 150، وبعد كده هندوس كرييت. هيفتح معانا بالشكل ده. وأول حاجة هنعملها إن احنا هنجيب الصور اللي معانا. هنجيب أول حاجة الصورة بتاعة العشب دي، ونبدأ إن احنا نفتحها بالشكل ده. نبدأ إن احنا قبل ما نعمل أي حاجة نحولها لسمارت أوبجكت من هنا. بعد كده ممكن إن احنا نبدأ ننزلها تحت بالشكل ده، ومن كنترول تي نحاول إن احنا نكبرها شوية ونظبط الأبعاد بتاعتها. بعد ما خلصنا عايزين نشيل السما من الخلفية، واحنا واقفين على الصورة من سيلكت هنختار سكاي. بعد شوية وقت هيبدأ ان هو يحدد لنا السما بالظبط كده. هنبدأ ان احنا برضو من سيلكت تاني نعمل انفيرس، وبعد كده نعمل ماسك. هنلاحظ دلوقتي ان السما اتشالت خالص. هنجيب صورة السما اللي احنا محضرينها اللي هي دي كده بالمنظر ده كده، هنخليها موجودة تحتها بالشكل ده، وهنغير في الأبعاد بتاعتها. نبدأ إن احنا نكبرها شوية، هتبقى معانا بالشكل ده. طبعا هنتأكد إن احنا عاملينها convert to smart object وبس. وده في النهاية هيكون المنظر النهائي. بعد كده هنجيب صورة الجردل دي، هنبدأ إن احنا نحطها أول صورة خالص. نحاول إن احنا نقصها بأداة ال Object Selection Tool. هنبدأ إن احنا نحدد عليها بالمنظر ده كده. بعد كده هنعمل ماسك بالمنظر ده. دلوقتي هنبدأ ان احنا من كنترول تي نبدأ ان احنا نصغره شوية ونخليه في النص تقريبا بالظبط. دلوقتي هنبدأ نجيب صورة النخلة دي ونحاول ان احنا نقصها، ونركز قوي في الخطوة دي عشان مهمة جدا. دلوقتي انا عندي الصورة دي فيها تفاصيل كتيرة جدا، بالذات ورق النخلة اللي من فوق ده تفاصيله صعبة جدا ان هي تتقص. حتى لو جربنا نقصها بالاوبجكت سيلكشن تول مش هتظبط قوي. فالحل في صورة زي كده ان احنا نعمل ايه؟ الموضوع ببساطة شديدة ان احنا واحنا واقفين على الصورة هنخش على التشانلز، نقفل كل التشانلز ونسيب بس الشانل اللي هي بالابيض واسود دي، ونحاول ان احنا ناخد منها كوبي تانية وبس. نبدأ بقى ان احنا من كنترول ال نحرك السهم بالشكل ده عشان نفتح كل الاجزاء الفاتحة، ونحرك السهم اللي في النص ده عشان نغمق الاجزاء الغامقة بشكل اكبر بالمنظر ده كده، بحيث ان احنا نقدر نحددها بكل سهولة. بعد كده ندوس اوكي. هنبدأ ان احنا ندوس هنا. بعد كده من سيلكت هنعمل انفيرس ونرجع تاني لللايرز ونعمل ماسك. هنلاحظ ان هي اتقصت بكل سهولة والتفاصيل كلها معانا بالشكل ده. هنعمل لها بس فليب هوريزونتال بالمنظر ده كده ونخليها موجودة على جنب. نبدأ ان احنا بس ايه نكبرها شوية. هنلاحظ ان هنا في شوية اجزاء ما اتقصتش لسه اللي هي بتاعة الظل، فبالبرش السوداء هنبدأ ان احنا نشيل كل الزيادات اللي احنا مش عايزينها، وهتبقى معانا في النهاية بالشكل ده. طيب ممكن كمان ان احنا نزين بشكل اكتر، ان احنا نجيب برضو الصورة دي كده ونبدأ ان احنا نقصها بنفس الطريقة. الاول بس نعمل لها convert to smart object، نروح على ال channels هنختار اكتر channel غامقة ونعمل لها duplicate. بعد كده من control L هنبدأ ان احنا نفتح الاجزاء الفاتحة اكتر ونغمق الأجزاء غامقة بشكل أكبر وندوس أوكي. بعد كده نعمل عليهم سيلكت، وآخر حاجة انفيرس. نرجع تاني لقائمة اللايرز ونعمل ماسك، وهنلاقيها اتقصت بكل سهولة. هنبدأ دلوقتي إن احنا نعمل لها ترانسفورم عشان نظبط في الأبعاد بتاعتها. وطبعا برضو أي جزء فيه زيادات أو أي حاجة بالبرش السوداء هنبدأ إن احنا نمسحها بالشكل ده كده. برضو ممكن نجيب الورق ده كده بالمنظر ده وهنقصه بنفس الطريقة اللي فاتت. بعد ما قصناها هنبدأ ان احنا نخليها قدام
البرميل ده عشان نعمله بعد شوية. هتبقى معانا بالشكل ده. وطبعا زي ما احنا عارفين اي زيادات مش عايزينها نقف على الماسك وبالبرش السوداء هنبدأ ان احنا نمسحها. تمام، دلوقتي يعتبر خلصنا معظم الحاجات. هنبدأ دلوقتي ان احنا نجيب اهم حاجة وهي المنتج ذات نفسه اللي هو زيت عافية. طبعا الصورة موجودة PNG. هنظبط طبعا الأبعاد بتاعتها ونخليها في النص ونحاول نخليها كبيرة شوية عشان هي أهم حاجة في التصميم يعتبر. نخليها في النص بالشكل ده. هنلاحظ بس لو عملنا زوم إن الحتة اللي فوق دي لازم تكون متفرغة، يعني الجزء اللي وراها يبقى باين شوية أو تبقى شفافة يعني. فهنعمل ده إزاي؟ طيب أول حاجة هنعملها إن إحنا هنقف على اللاير ونعمل لها دبليكيت من كنترول J. بعد كده هنروح على اللاير اللي تحت ونخلي البلند مود بتاعها ملتبلاي، ونقف على اللاير اللي فوقيها ونعمل لها ماسك وبالبرش السوداء، بس نتأكد ان احنا مقللين الفلو ل9 مثلا، ونبدأ ان احنا نمسح بشكل بسيط كده. وفي الاخر ده هيكون الشكل النهائي بعد ما خلصنا تفريغ الجزء اللي فوق من الازازة بتاعت الزيت. اخر اضافة ممكن نعملها هو ان احنا ممكن نجيب شوية فراشات زي دول كده ونبدأ ان احنا نضيفهم. اول فراشة هنجيبها بالشكل ده كده، وهنبدأ ان احنا نعمل لها select من الobject selection tool، وبعد كده هنعمل لها ماسك. هنلاقيها اتحددت معانا بشكل جامد جدا. ممكن ان احنا نصغرها شوية كده ونعمل لها مثلا flip horizontal او الاخلية زي ما هي. ممكن ان احنا نصغرها شوية كده بالمنظر ده ونخليها هنا مثلا. وممكن نجيب صورة الفراشة التانية دي كده ونقصها برضو بالobject selection tool بالمنظر ده، وبعد كده نعمل لها ماسك. هتبقى معانا بالمنظر ده كده. نبدأ ان احنا نصغرها على الاخر، نبدأ ان احنا نصغرها ونعمل لها فليب هوريزونتال بحيث تبقى موجودة هنا بالمنظر ده كده. بعد ما قصيتها لاحظت ان في مشاكل في القص في الحواف بتاعتها، فممكن ان احنا نعمل لها select and mask، ونبدأ ان احنا من الراديوس ده نبدأ ان احنا نزود القيمة بتاعته لحد ما تبقى بالمنظر ده كده وندوس اوكي. هنلاحظ ان الحواف اللي كان لونها ازرق دي اتشالت. بس كده احنا تقريبا ضفنا معظم العناصر مع بعض. فاضل بس ان احنا نعمل لكل عنصر دمج في الخلفية. واول حاجة هنبدأ بيها هو اللاير بتاعة السما. انا ملاحظ ان هي عايزة تغمق شوية من فوق، فمن قائمة adjustment هنروح على الكيرفز ونبدأ ان احنا نعمل كلابين ماسك عليها ونغمقها بالمنظر ده كده. من كنترول اي هنعكس الماسك بالمنظر ده، ونروح دلوقتي على أداة الجريدينت، ومن بيزكس هنختار الشكل ده كده ونبدأ ان احنا نضيف او نبدأ ان احنا نغمقها كده بالمنظر ده من فوق. ممكن لو زيادة شوية ان احنا نقلل الاوباسيتي. انا شايف ان هي كده تمام جدا. بعد ما خلصنا ممكن نروح على صورة النخلة دي، ممكن نغمقها برضو. اللاير اللي على الجنب التاني دي محتاجين ان احنا نغمقها بنفس الطريقة برضو بالمنظر ده كده. وممكن برضو ان احنا نقف على اللاير نفسها ومن قائمة فلتر نروح على الجازيم بلور ونبدأ ان احنا نديها يعني سنة بلور بسيطة بالمنظر ده. هنروح دلوقتي على الصورة اللي هي موجودة قدام البرميل دي. هنبدأ برضو ان احنا نغمقها لان هي مش وصل لها اصلا ضوء الشمس. في حتة واحدة بس اللي وصل لها ضوء الشمس، ودي عشان نعملها هنيجي بالبرش اللي لونها اسود بالمنظر ده كده ونبدأ ان احنا نفتحها بالشكل ده، وهتبقى معانا بالمنظر ده كده. دلوقتي اللاير بتاعت البرميل المفروض الحتة اللي قدام دي كلها مش وصلها الشمس لان الشمس جاية من وراها. فهنروح على برضو الكيرفز ونبدأ ان احنا نغمقها. برضو هنروح بالبرش السوداء نفتح بس حاجات بسيطة فيها زي مثلا الحواف اللي هنا. هنبدأ ان احنا نفتحها سنة. ممكن برضو ان احنا نعلي الفلو شوية ونكبر البرش بالمنظر ده كده.
هنعليها بالمنظر ده. ممكن برضه الحتت اللي فيها لسعة إضاءة نعلي الإضاءة بتاعتها شوية، والحتت برضه اللي هي في الجنب كده. تمام، دلوقتي ممكن نعمل كيرفز تاني ونبدأ ان احنا نغمق البرميل بدرجة اغمق شوية بالمنظر ده كده. ومن كنترول اي هنعكس الماسك ده، وده عشان نعمل الظل بتاع الازازة. هنصغر البرش على الاخر ونبدأ ان احنا دلوقتي بالبرش اللي لونها ابيض هنبدأ ان احنا نعمل الظل. هنعملهم بالمنظر ده كده. نحاول ان احنا نزود برضو الفلو شوية. ممكن برضو ان احنا نعمل الكونتاكت شادو عن طريق ان احنا نعمل نيو لاير، ونيجي بالبرش اللي بالمنظر ده كده نكبرها سنة، وممكن نقلل برضو الفلو بتاعها يكون افضل. ممكن نعمل الكونتاكت شادو. ممكن ان احنا نعمل كونتاكت شادو عن طريق ان احنا نقف على اللاير ونعمل select pixels، ونعمل نيو لاير تانية. وبالبرش السودة طبعا هنكون مقللين الفلو بتاعها. نبدأ ان احنا نعمل الكونتاكت شادو ببساطة شديدة. طب احنا دلوقتي عايزين نعمل اتجاه الضوء بتاع الشمس. ممكن بدل ما نجيب صورة لينس ونبدأ ان احنا نغير في البلند مود بتاعها وكده، نقدر ان احنا نعملها من برنامج الفوتوشوب ذات نفسه. والخطوة دي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات على طول، تقدر تشوفه لو مشفتوش بعد الفيديو ده. خطوة ببساطة ان احنا هنجمع اللايرز كلها في جروب واحد. هنعمل لهم ميرج مع بعض من convert to smart object. وهنبدأ ان احنا نروح على قائمة فلتر، من فلتر نختار ريندر وبعدها لينس فلير. هنبدأ ان احنا نحدد المكان بتاعها بالمنظر ده كده او الاتجاه بتاعها، ونبدأ ان احنا برضو نتحكم في الانتنستي او الشدة بتاعتها. نبدأ بعدها ان احنا نجرب نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بالمنظر ده كده انا شايفها مناسبة جدا. في لقطة كمان نقدر ان احنا نضيفها، وان احنا ممكن نروح على الفراشات اللي احنا عاملينها دي ونعمل نيو لاير، ونجيب البرش ونخلي لونها كده باللون البرتقاني الفاقع شوية. ونبدأ ان احنا نعمل طبعا نكون معليين الفلو على الاخر، ونبدأ ان احنا على الاجنحة بتاعة الفراشات دي نديها اللون البرتقاني ده. طبعا هنغير في البلند مود بتاعها لسكرين. ممكن برضو ان احنا نقلل شوية الشدة بتاعتها. هنلاحظ ان ادتنا شكل جامد جدا. دلوقتي قبل ما نضيف التكست ممكن ان احنا نعمل الكاميرا رو فلتر. في النهاية هتكون معانا بالشكل ده. مش فاضل بس غير ان احنا نضيف التكست دلوقتي. طيب دلوقتي فاضل ان احنا نضيف التكست بس. هنبدأ ان احنا ناخده هنا من على الالستريتور ونضيفه على برنامج الفوتوشوب. قبل اي حاجة هنعمله convert to smart object، هيبقى سهل معانا في الحركة. وهنبدأ ان احنا نظبط الابعاد بتاعته ونخليه مايل سنة بالشكل ده كده. وطبعا هنغير اللون بتاعه من الكالر اوفرلاي، ممكن نخليه مثلا باللون الابيض بالشكل ده كده وندوس اوكي. ممكن مثلا ناخد منه كوبي تانية من كنترول جي ونخلي الكوبي اللي تحت بلون تاني، وليكن مثلا اللون الذهبي او الاصفر. ممكن مثلا نبدأ ان احنا نعمل نيو لاير، نعمل مثلا شكل كده بسيط. نبدأ ان احنا بأي فونت مناسب نكتب كلمة 100% بس. وفي النهاية هيكون معانا بالشكل ده كده. نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.